بكم مرة أخرى في البرنامج. لسه الدنيا باردة، ها؟ قلت لكم تتقلوا في اللبس. على ذكر اللبس، أنا لبست قضايا كتير أوي في الفترة اللي فاتت. بس إذا كانت الرئاسة قالت إن ملهاش دعوة بالكلام ده كله، السؤال هنا إيه الهدف من ورا القضايا ديت؟ دي قضايا مقصود منها إن باسم يوسف يكش ويخاف ويقعد كده، باسم مش هيكش. وان فلان يكش ويخاف ويقعد كده، مش هنكش مش هنخاف، مستعدين للسجون وللبتاع. وانا احب اضم صوتي لصوت الاستاذ محمود سعد، واحب اقول له والنبي اتكلم عن نفسك. انا شخصيا قررت ان انا اكش واخاف النهارده. سجون ايه يابا؟ انت عارف ممكن يحصل فيا ايه في السجن؟ ده على التلفزيون اللي بيقول انت واد حليه ولا يقول لي اتنقب، ودول شيوخ تقول لي سجن. انا في الحاجات دي جبان قوي 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 يعني. وعشان كده انا قررت في الفقره ديت ان انا اجيب ورا، اتراجع يعني. انا النهارده هدافع عن الاخوان، النهارده هدافع عنهم وخصوصا في مواقفهم الثابته. النهارده فقره ارشيفيه تاريخيه قديمه مخصوصه جدا بعنوان ان كنت ناسي أفكرك. وجاء إليكم بعد سنين من إهدار القضية الفلسطينية على يد الحكام العرب، وبعد تخاذل الأنظمة السابقة عن نصرتها، جاء إلى السلطة الإخوان المسلمون ليبعثوا للعالم برسالة جديدة. وسيكون هتافنا على القدس رايحين شهداء بالملايين، رايحين شهداء بالملايين. بكره مرسي يحرر غزه، بكره مرسي يحرر غزه، بكره مرسي يحرر غزه، بكره مرسي يحرر غزه. هو مش بكره قوي يعني، مش تموره بالظبط يعني قصدهم قدام شويه، يعني قدموا المشيئه، ما تدقوش ادينا مستنيين. بس ده دليل ان الاخوان فعلا ما لهمش اي علاقه بتصحيح عصام العريان، ومش المفروض ان الناس تاخد الكلام ده هوت على انه تخاذل او تغيير مواقف. عشان كده انا ما صدقتش حاجات كتير الناس افترضت بيها على الاخوان. مثلا فاكرين الخطاب المدسوس اللي اتبعت لبريز؟ بيقول ايه بقى الخطاب؟ بيقول كلام، احلى كلام، يعني احلى كلام ممكن يتقال. صاحب الفخامه السيد شيمون بريز رئيس دوله اسرائيل، لما لي من شديد الرغبه في ان اطور علاقات المحبه التي تربط لحسن الحظ بلدينا. يا سلام على حسن الحظ دي. صديقك الوفي محمد مرسي. صديقكم الوفي محمد مرسي. صديقكم الوفي محمد مرسي. ايه فكرتوني بقى بالشقاوه. فاكرين الخطاب ده فاكرين وسائل الاعلام المغرضه اللي عرضت الخطاب ده كدليل على تغيير مواقف الاخوان؟ الحمد لله ربنا كشف الاعلام ساعتها، لان كان في حقيقه واحده بس اكتشفناها ساعتها. لما له من شديد الرغبه في، طبعا الكتابه صعبه قوي بالنسبه لي يعني، في مش عارف ايه كده، وعلاقات المحبه التي تربط لما يجعل لي مش عارف ايه بقى، ده كله مش مهم يعني. وتتلقون منه بالقبول وتمام الثقه. الحقيقه ديت ان خيري ما بيعرفش يقرا. خير رمضان ما كملش تعليم. الخطاب ده للاسف عمل ازمه في الرئاسه، والرئيس مرسي ما سكتش على كده. انا لا التفت كثيرا الى صغائر هنا او هناك، ورقه مكتوبه او مغشوشه او ورقه بفره، ورقه لحمه، ورق عنب، مش ازمه يعني. ومن ساعتها ابتدى اهتمامي يتحول لاعلام الاخوان، الاعلام اللي كشف كذب وسائل الاعلام الخاصه. بوابه الاهرام تعيد نشر خطاب مكذوب، خطاب من الرئيس مرسي الى بيريز اليهودي ليس له مناسبه، وطبعا الخطاب من غير سبب يبقى قله ادب. دي قله ادب وسفاله يا راجل. احلى حاجه ان انت بتتفرج على الحاجات الوثائقيه دي وانت عارف هتخلص على ايه. كمل استمر في النفي. مكتوب قال يعني الرئيس مرسي كاتب لبيريز صديقكم الوفي، كلام يعني
اذا كان الصحفي اهبل يبقى المتلقي خليه عاقل. صحفي اهبل، احمق، عبيط، بيعمل بيبي على روحه. ايوه كده، اديله، هو ده الاعلام، هي دي الصحافه. اديهم القضيه بقى، افحمهم بقى بالدليل. خلوا الكذب متظبط شويه. صديقكم الوفي يعني زادت منكم شويه. مفيش رئيس جمهوريه بيمضي صديقك الوفي الا لو كان باعت لخميس صاحبه في الاعداديه. عزيزي خميس، كم اشتقت إليك من أيام الإعدادية. شفتني وأنا رئيس جمهورية؟ يا ابن الفقرية. LOL، صديقك الوفي محمد. طبعا خطاب مدسوس مكذوب. احنا ازاي صدقنا حاجه زي كده؟ والان مع نفي الرئاسه 3 2 1. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي بأن الخطاب الذي بعث به الرئيس محمد مرسي إلى نظيره الإسرائيلي شيمون بيريز هو خطاب بروتوكولي يرسل إلى رؤساء جميع دول العالم بدون تفرقة. بروتوكولي، روتيني يعني، يرسل إلى كل دول العالم زي قبرص واليونان. الفرق إن احنا ما بنشوفش مظاهرات بتقول على أتينا رايحين شهداء بالملايين. بالمناسبة، ايه اخبار صاحبنا خميس؟ نسيوا ان الكلام ده كان من شهرين واكتر. نسيوا ان الورقه دي ورقه روتينيه بتتمضى لكل السفراء. اسكت، مش صاحبك اللي في الاعداديه طلع اسمه شيمون خميس؟ خطاب بروتوكولي، كلام عادي يعني، بس ما كانش ينفع نبعت لهم صيغه احسن من كده شويه؟ كان لازم تكون الصيغه منضبطه واكثر حشمه. خطاب محتشم. هذا خطاب يعني عاري، بس الخطاب يكون محتشم، خطاب محترم. الحقيقه انا لا امام خطاب محترم ولا محتشم. هم قفشوا الخطاب في المقطم؟ لو شقه مفروشه ولا فوق في ملايه؟ الشباب مش قادر يمسك نفسه عشان الخطاب في ظرف محزق. على العموم خليني اساعدكم المره الجايه في كتابه الخطاب ده، لو عايزين يعني تبعتوا حاجه تانية لاسرائيل. اسمحوا لي اساعدكم. مثلا، عزيزي شيمون بيريز، امك في العشه ولا طارق؟ صديقي بنيامين نتنياهو، امك قرعه. انتيمي افيجدور ليبرمان، امك. هيرفعوا علينا قضيه دول كمان؟ اهانة الكنيسة. عشان كده مهما شفت تناقض في تصرفات الاخوان ما تصدقش، لان مع الاخوان المفروض تكذب نفسك وتصدقهم. والدليل برضو الدكتور محمد مرسي شخصيا قبل الثوره، مش قبل الثوره قوي، بكتير كده، هو 2010. من هم الاعداء؟ من عدونا؟ الصهاينه. من يحتل ارضنا؟ الصهاينه. من يضغط علينا؟ الصهاينه. من يدمر ارضنا؟ الصهاينه. مين اللي غلط طماطم؟ الصهاينه. مين اللي لابس ميسي البدله المعفنه دي؟ الصهاينه. مين اللي خلى عمرو سلمى 3 أجزاء؟ الصهاينه. شايفين القوه؟ شايفين الجبروت؟ شايفين المقاومه؟ مع ان بصراحه يعني يا سياده الرئيس، بعد لما شفت الجواب ده ابتديت اشوف الفيديو ده بطريقه تانية خالص. حبيبة بابا الصهاينة، أمورة بابا الصهاينة، كتكوتة بابا الصهاينة، أمورة بابا الصهاينة، حبيبة بابا الصهاينة، أمورة بابا الصهاينة، كتكوتة بابا الصهاينة، أمورة بابا الصهاينة. دي كانت أغنية خميس المفضلة في الإعدادية. عزيزي خميس، الله يحرقك ويحرق ذوقك في الأغاني يا أخي.
الله صحيات، ده طلعت صهيوني. بس دي غلطتي انا، المفروض يكون جوايا امل اكتر من كده في الاخوان، لان في نفس الخطبه دي الرئيس محمد مرسي وجه كلام قوي جدا لامريكا، لاوروبا. الموضوع ما كانش بس الصهاينه، ده كمان الناس اللي ورا الصهاينه. من يدعم الصهاينه امريكا فرنسا واوروبا. وانت رحت الدول دي كلها طلبت منها فلوس. كل دول كل دول الكلام ده كان زمان، دلوقتي في معونات، سياسه، بروتوكول. بس يفضل اهم حاجه هتحدد السياسه المصريه سنين قدام، اراء الرئيس مرسي في اوباما نفسه. واخرهم هذا القرآن قال كلمات فارغه من المعنى على ارض مصر، كلمه وقال كلما كثيرا لا يستطيع ان ينهل منها ان صدق وهو غير صادق، لا يستطيع ان ينهل منها حرفا واحدا. ايوه، هذا الرئيس الذي يكذب ولا يستطيع ان ينفذ وعدا واحدا. انا بتكلم عن اوباما طبعا. عشان كده الرئيس مرسي اكيد رايه مش هيختلف كتير عن كده، اكيد رايه هيفضل زي ما هو، اكيد رايه في اوباما مش هيختلف بعد ما يوصل للسلطه. A colleague and I had a chance this week to interview President Mohamed Morsi, the new Islamist leader of Egypt, on the occasion of his first trip as president to the United States for the United Nations. He had a very firm message he wanted to deliver to the U.S. Yes! A firm message to the United States. يعني حاجة ناشفة كده. اديهم في الناشف. اديله في الناشف لغاية لما يطرف ايدك بقى. وريهم ان سياسة مصر اتغيرت فعلا. He had a very firm message he wanted to deliver to the U.S. I think what I'm trying now, seriously, look into the future and see that we are real friends. فريندز؟ هذا الأوباما بقى اسمه فريندز؟ يعني مفيش حاجة ناشفة؟ يعني انت وهذا الاوباما اصدقاء؟ يلا ما دام ان بابليك وما فيش فيلينج سو وات. لكن انا لسه عندي امل في الاخوان، اكيد لما هتحصل حاجه في المنطقه هنشوف سياسات اقوى من كده. أكثر من 30 غارة إسرائيلية على غزة تسفر عن 7 قتلى، ونتنياهو يلوح بتوسيع العمليات العسكرية، ومصر تطالب إسرائيل بالوقف الفوري لغاراتها على القطاع. أصدر السيد الرئيس قرار بسحب السفير المصري لدى إسرائيل. هايل، خطوة ممتازة على فكرة. ده ما حصلش قبل كده، يعني هو صحيح احنا قبل كده استدعينا السفير بتاعنا سنة 2000 كام شهر، بس المرة دي احنا سحبنا السفير. يعني هو صحيح احنا سحبنا السفير سنة 82 وقعدنا هنا هو 4 سنين، بس دلوقتي الإخوان عندهم فرصة 5 سنين عشان يحطموا الرقم ده. ده غير إن وزارة الخارجية ردت المرة دي رد حاسم مفزع عمره ما حصل قبل كده. وفي سابقة لا نعلم إذا كانت قد حدثت في دولة أخرى أم لا، وضعت وزارة الخارجية المصرية علم فلسطين على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك. غيرت البروفايل بيكتشر بتاعتها؟ إسرائيل لايكات. وعيتهم سودة. الخطوة الجاية هنصعد ونعمل إسرائيل بلوك من الصفحة. بعيد عن الكلام ده بقى، كان في لسه مطلب أخير كانت الناس بتطالب بيه من زمان. أول مطلب للجماهير قتل سفارة وطرد سفير. قتل سفارة وطرد سفير. وده اللي حصل فعلا، طردنا السفير بتاعنا احنا من هناك. صحيح سفاراتنا هناك ما قفلتش والسفير بتاعهم لسه موجود، بس يعني اهو نبتدي بنفسنا. على فكرة الكل اللي بيشكك في الإخوان وبيقول عليهم إن هم ضحكوا على الناس بأساطير غزو إسرائيل والزحف على غزة والزحف على القدس، أقول لهم دي مشكلتكم، لأن موضوع الزحف ده هوت حسمها من زمان الكائن البرنس حسن البرنس. ونعلن أن الوقت ليس مناسبا للزحف نحو فلسطين. زحف إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ وقفوا الزحف ومن على بطنك، الوقت الآن مش مناسب للزحف. ما كمل أول يا برنس. على فكرة الناس في غزة مش ناقصين ناس تتاجر بقضيتهم في مؤتمرات انتخابية. محدش يقدر ينكر دور كتير من الإخوان في قوافل الإغاثة، ولا دور مرشد دبلوماسي في وقف إطلاق النار، ولا تخفيف الحصار عنهم. بس في حاجات كده بتتنسي، فإن كنت ناسي أفكرك.
مفيش فيديو انا اللي اكمل؟ اوكي. لما تعيشوا الناس مره في وهم خلافه، ومره في وهم جهاد، ومره في وهم مقاطعه لامريكا واوروبا وقفل قناه السويس في وشهم، وبعدين تجري عليهم تطلبوا فلوس، وفي الاخر نبقى مجرد وسيط دبلوماسي لوقف اطلاق النار وتهدئه للمقاومه، يبقى ما فرقتوش على اللي قبلكم الا في سرعه رد الفعل. ما حدش مننا بيقول لكم يلا نحارب، ما حدش منكم بيزايد عليكم، انتوا اللي كنتوا بتقولوا كده. طبعا وجودك في منصب دولي له احكام وله قيوده، بس لما انا اجي اشوف مزايداتك قبل ما توصل للسلطه وضحكك على الناس وفي الاخر يطلع كله كلام، يبقى انا عندي ليكم حل من اتنين: يا تغيروا لغه الخطاب وتعترفوا ان اللي فات ده كله كان هجص، يا تتكلموا على قدكم. نراكم بعد الفاصل.